عقدت جلسة البرلمان الأوروبي في ألمانيا ب18 من يونيو، حيث تم تسليط الضوء على قضية تركستان الشرقية. وفي مؤتمر الإيغور العالمي دعي ممثل أوروبا لحضور الاجتماع، وتم توضيح ما مرت به تركستان الشرقية والوضع الفعلي للسجون الصينية التي يطلق عليها اسم مراكز التدريب والتعليم الثقافي. وتعتبر هذه بداية جيدة، مما يشير إلى أن المنظمات العالمية بدأت تولي اهتماما بقضية تركستان الشرقية. قامت شركة حافلات في قونيا بحملة للاحتجاج على الغزاة الصينيين الذين احتلوا تركستان الشرقية، وقاموا بتنفيذ سياسات قمع وإبادة جماعية، وذلك عن طريق نشر صور وشعارات لتركستان الشرقية على الحافلات. توفي عبد المتين بالكاناليو إثر إصابته بنوبة قلبية، وقد فارق الحياة بعد إرساله إلى كلية الطب بجامعة إسطنبول للحصول على العلاج، وكان خلال حياته قلقا اتجاه تركستان الشرقية، بحيث قام بالكثير من الأعمال في سبيلها. نسأل الله أن يتغمده برحمته. قدمت شركة الطاقة الذرية الوطنية الكازاخستانية الدفعة الأولى من اليورانيوم إلى شركة الاتحاد الأوروبي السويدية. منذ أن قررت إدارة ترامب عدم التسامح مطلقا مع المهاجرين غير الشرعيين، في إبريل من هذا العام تم فصل حوالي 2000 طفل عن أولياء أمورهم على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة. وذكرت الحكومة الأمريكية أن هؤلاء الأطفال تتم رعايتهم بشكل جيد في الملاجئ، لكن وسائل الإعلام الأمريكية بثت مرارا وتكرارا الأطفال وهم يبكون.